لأن لو فتحت الباب هتوجع، وأنا تعبت من الوجع، وفي نفس الوقت مش سايباها. انا ولا هسألك عنها، كفايه ان انت عايشه معاها بسلام. انا عارف ان في ذكريات كتير بنتمنى ان هي تتمحي من ذاكرتنا خالص، بس للاسف ما بتتمحيش، وبنفضل دايما فاكرينها، وبيفضل دايما في حاجات في حياتنا بتفكرنا بكل الذكريات الأليمة دي. كل لحظة صعبة عشناها ممكن حاجات كتير في الأوضة دي فعلا تكون بتفكر حضرتك بذكريات أليمة، تمام؟ بس صدقيني أنا ما كنتش أقصد. أنت محترم يا خالد، والاحترام أحن من أي مواساة، ومش أي وجع لازم يتحكي. ولا انتوا ايه رأيكم؟ مش كل الوجع يتحكي، ممكن تتوجع بس الوجع يقويك، وبتبقى عاوز تنساه علشان ما تضعفش، فعشان كده مش بتحكيه، وغلط انك تحكيه.